تخيلوا يا جماعه، ميدو قال لشيكابالا اوعى تعتزل، انت هتلعب سنه كمان. قال له ازاي؟ ده انا اتفقت مع مجلس اداره الزمالك، ومجلس اداره الزمالك بالاجماع مع جون ادوار المدير الرياضي لنادي الزمالك الجديد، قال لي ما تخافش انت اعتزل والعقد بتاعك هتاخده كامل، يعني كل البنود والمستحقات بتاعتك اللي في العقد اللي هي بتاعت السنه الجايه هتاخدها يا شيكابالا وانت قاعد في البيت، بس بشرط اعتزل وهنعمل لك ماتش اعتزال. ميدو قال له لا، انا دلوقتي كلمتي ماشيه عليهم، انا بقول لك انت تلعب سنه كمان. هو مين ميدو يا جماعه عشان يمشي كلمته على مجلس اداره الزمالك ويمشي كلمته على المدير الرياضي الجديد جون ادوار؟ مين انت يا ميدو؟ قال لك انا في لجنه التخطيط. طب ايه يعني لجنه التخطيط؟ هي لجنه التخطيط ليها كلمه على مجلس اداره الزمالك بالاجماع؟ ده مجلس اداره الزمالك واخد قرار بالاجماع، قال لي شيكابالا اعتزل كفايه كده. قال لك لو بص المستحقات بتاعتك اللي في العقد هنديها لك يا عم كلها، بس ريح واستريح، ريح واستريح عشان نجيب غيرك. وجون ادوار مش عايزه، جون ادوار المدير الرياضي الجديد نادي الزمالك مش عايزه. تبص تلاقي ميدو راح لشيكابالا وقال له انزل انا عايزك، وشيكابالا نزل له من البيت. خد بالك دي معلومه انا بقولها لك. وشيكابالا ينزل من البيت ويقعد معاه في العربيه ويقول له يا شيكابالا لا ما تعتزلش. قال له ازاي يا ميدو؟ قال له انا بقول لك ما تعتزلش يا عم، انت هتلعب سنه كمان. قال له احنا عايزين تعملوا بيا ايه وخلاص؟ هو شيكابالا كبر هتعمل بيا يا ميدو؟ قال له لا ده احنا عايزينك، ده هو روح الفريق، ده هو كابتن الفريق، ده هو الايقونه بتاع الفريق. قال لك يا راجل ده لما بتيجي ضربه جزاء للزمالك هو بيضيعها، احنا بنفرح بكده. قال لك بنفرح بكده يا عم؟ قال لك بجد؟ قال لك بنفرح بكده، ده شيكابالا الايقونه بتاعت نادي الزمالك. انا مش عارف يا ميدو انت ازاي في لجنه التخطيط وازاي كلمتك ماشيه على مجلس اداره الزمالك بالاجماع. يعني تخيل مجلس اداره الزمالك ياخد قرار بالاجماع باعتزال شيكابالا وكفايه لحد كده يا شيكابالا، وتلاقي ميدو يقول لهم لا، شيكابالا يلعب ويروح لشيكابالا البيت ويقابله يقول له انزل، وشيكابالا ينزل له ويقعد معاه في العربيه ويقول له لا انت تلعب سنه كمان. قال له يا عم انا كده واخد مستحقاتي. قال له لا تلعب سنه كمان، جماهير الزمالك عايزينك، انت روح الفانلة البيضاء، انت الايقونه.